واحلى صباح واحلى سلام على كل زملكاويه جروب المئويه سوا. عزيزي الشطعي الزملكاويه، معاكم ايمان سليمان في عدد جديد من نشرة المئويه سوا اليوميه. جايه لكم النهارده ومعايا كالعاده درجات الحراره. القاهره العظمى 36 والصغرى 24. اسكندريه العظمى 31 والصغرى 24. مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22. العريش العظمى 33 والصغرى 22. المنيا العظمى 36 والصغرى 24. سوهاج العظمى 40 والصغرى 24. واخيرا الاقصر العظمى فيها 44 اما الصغرى فهي 30. ونروح لبعض المدن والعواصم العربية. الرياض 46 32. ابو ظبي 43 33. واخيرا تونس 37 27. ومن اخبارنا السياسية السريعة النهاردة ان انتشرت اعداد كبيرة جدا من رجال الجيش بكثافة داخل مجلس الوزراء في كل جانب، وكمان كان في مدرعتين عسكريتين لتأمين مقر الحكومة. أما المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة فهو قرر تأجيل القضايا الجنائية العادية لحين الفصل في قضايا الفساد وقتل الثوار. وخبر تاني إن في مصدر عسكري مسؤول أكد إن الجيش لن يسمح بأي تعطيل لحركة الملاحة في قناة السويس، وأن المساس بها يعتبر خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لأن هذا الأمر يعتبر تعدي على الأمن القومي المصري. ونروح للمعتصمين في ميدان التحرير اللي قرروا ان هم ينقلوا جزء من اعتصامهم لمسبيرو النهارده، وقفلوا الطريق الواقع بين مبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون علشان يتم الاعتصام من ميدان التحرير حتى مسبيرو. ومن آخر أخبارنا ان الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة قال ان مصر في مفترق طرق، اما انها تنجح في بناء دولة مصرية ديمقراطية حديثة او تخرج من التاريخ بلا عودة. ان شاء الله تقدر مصر تتخطى الازمة اللي هي فيها. هنروح بقى دلوقتي لمليجي ونشوف عنده ايه جديد في اخبار الفن النهارده. صباح الخير يا مليجي. صباح الخير يا ايمان، وكمان بصبح على كل اللي بيسمعونا سواء في الجروب او من بره الجروب. ونروح لاخبارنا الفنيه النهارده، واول خبر عندنا بيقول ان المنتجين بيراهنوا على المسلسلات الكوميديه في رمضان السنه دي، وده برغم سخونه الاحداث السياسيه اللي بتمر بيها مصر حاليا، الا ان المسلسلات الكوميديه هي اللي هتشق طريقها السنه دي في رمضان. وعلى سبيل المثال مسلسل نونا المأذونة للنجمة حنان ترك، وبيشاركها بطولة المسلسل الفنانة رجاء الجداوي وإيهاب فهمي أميرة العايدي وكمان الفنان علاء مرسي. المسلسل من إخراج منال الصيفي. كمان الفنان محمد هنيدي بيعود للدراما التلفزيونية بعد غياب أكتر من 15 عام، وده من خلال مسلسل ميسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. طبعا هو هيجسد فيه نفس الشخصية اللي جسدها في الفيلم. طبعا احنا عارفين ان القصة دي اتعملت فيلم الفنان محمد هنيدي من فترة وحقق نجاح كبير. بيجسد نفس الشخصية ولكن من خلال خط درامي تاني خالص. المسلسل بيعتمد بشكل كبير على المواقف الكوميدية والإفيهات الضحكة. بيشاركوا بطولة المسلسل الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، الفنانة الكبيرة كريمة مختار ونسرين إمام، والمسلسل من تأليف يوسف معاطي ومن إخراج سامح عبد العزيز. كمان الفنان سامح حسين بيشارك في رمضان السنة دي بمسلسل كوميدي جديد بعنوان الزناتي مجاهد. المسلسل بيتناول رحلة مواطن مصري من أقصى الصعيد جه القاهرة عشان يستخرج شهادة ميلاد لعمل بطاقة شخصية. طبعا بتواجهه العديد من المشاكل والصعوبات زي الروتين. المسلسل بيجسد كل المشاكل اللي كانت بتمر بيها مصر قبل الثورة، وبتنتهي أحداثه بقيام ثورة 25 يناير المجيدة. كمان هيتم عرض الجزء الثاني من مسلسل الكبير قوي بطولة الفنان أحمد مكي، واللي كان من المفترض انه يعرض في رمضان اللي فات، لكن تم تأجيله لظروف إصابة الفنان أحمد مكي بكسر في رجليه. بنتمنى له التوفيق.
نروح لفاصل ومن بعده مكملين مع امان اللي هتقول لنا اهم اخبار الرياضه المحليه والعالميه. ومعانا النهارده اخبار رياضيه محليه وعالميه كتير. ومن اول اخبارنا ان الكابتن حسام البدري المدير الفني لنادي المريخ السوداني حصل مع ناديه على المركز الثاني في بطوله كاس تيكافانا للانديه بتنزانيا، وده بعد الفوز بهدفين لا شيء. اما الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود قرر الرحيل عن تدريب النادي الساحلي. ونروح للكابتن فاروق جعفر اللي صرح وقال ان هو بيرفض نهائي فكرة الغاء الهبوط هذا الموسم. اما بقى نادي ريال مدريد فهو حدد 50 مليون استرليني للتعاقد مع اللاعب كارلوس لاعب بالمان سيتي. بكده تكون خلصت الاخبار المحلية والعالمية. هنروح بقى لاخبار نادي الزمالك اللي هيقولها لنا مليجي. اخبار الزمالك يا امان بتصدرها طبعا فوز الفريق امبارح على فريق الانتاج الحربي ب3 اهداف مقابل هدف واحد. المباراة كانت متوسطة المستوى وظهر فيها مجموعة كبيرة من اللاعبين الناشئين. كمان كانت اول ظهور لحارس المرمى الاحتياطي للزمالك محمود جنش اللي تألق في اول ظهور لهذا الموسم. وطبعا بكده يكون أسدل الستار على دوري 2010-2011 وللأسف الزمالك برضو في المركز الثاني. ما هضطر اقول ان احنا سنظل اوفياء حتى تبتسم السماء. جميل. بصوا شوف احمد توفيق يا حبيبي على الاحساس بالمكان، يا حبيبي على السنس الجميل، بوش رجله عداها وبوش رجله صوبها وبوجه جميل حسن يسجل. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. ما نظلمش مدربين، احنا شايفين في البرواز وفي الفاترينا 16 فريق تحضير من جديد. يا جماله يا جماله يا جماله على يمينه تاني حطها له. الله 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 الله. احمد سمير باداء راقي وجميل بعد ما اخترق من اقصى اليمين كظهير ايمن الى عمق راس الحربة بتحرك جميل من احمد جعفر وتحرك اجمل من حسين ياسر محمدي. احمد سمير قد يشوف الزمالك بقى بياخد الكرة بسرعة ازاي. هنا حسين ياسر نجم الموهوب، تمريرة جميلة لاحمد جعفر. فرصة الثالث وفرصة العاشر. نعم انه الثالث انه العاشر. 10 اهدافه يسجل. بص شوف الزمالك، شوف تغييرات حسام حسن عندما سيطر على خط الوسط. شوف قيمة حسين ياسر بالتمريرة الجميلة. شوف روعة احمد جعفر في التمركز. شوف هدوء احمد جعفر في التسجيل. 3 اهداف الزمالك و10 اهداف احمد جعفر والزمالك يتقدم 3-1. ويا جماله على شماله حطها له. بص شوف حسين ياسر بيعمل ايه. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جمع ابرز الاقوال في عالم كرة القدم من بعض الشخصيات الرياضية في العالم. وعلق كمان على مقولة حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك اللي قال فيها ان الكل عارف ان الزمالك لعب بشرف وان كان في ناس كتير واقفين ضده وان كانت في عوامل كتيرة كمان الزمالك بيلعبها خارج المستطيل الاخضر وان دي كانت السبب في فقدان الزمالك لبعض النقاط وبالتالي خسارة الدوري. الدكتور اشرف صبحي مدير التسويق والعلاقات العامة بالزمالك بيقول ان الميزانية الجديدة هيتم اعتمادها الثلاث المقبل. ومعايا ومعاكم دلوقتي اهم واحب فقرة لينا كلنا وهي فقرة اخبار الجروب اللي هنبدأ فيها بمسابقة ماراثون القرآن الكريم اللي هتتشرف النهاردة العضوة دينا عبد الحفيظ زميلتنا في النشرة انها تقرا الجزء العاشر. ربنا يتقبل منك يا دينا واوعي تنسينا في الدعاء. ونروح بقى لاعياد الميلاد وهنقول كل سنة وانتم طيبين لإيمان إبراهيم اللي كان عيد ميلادها يوم 10. And 1 and 2 and 1 2 3 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. To you. Come on. وكمان منى مصطفى اللي برضو كان عيد ميلادها يوم 10/7. اما عبد الله محمد فهنقول له عقبال مليون سنه وكل سنه وكل اعضاء الجروب طيبين. ونروح بقى لمسابقه احسن بوست اللي فاز بيها العضو
إيرو إيجيزانو، واللي قال فيه: لماذا يدور الزمالك في هذه الحلقة المفرغة كل موسم؟ في بداية موسم الانتقالات انتظروا لاعبين سوبر على أعلى مستوى، وفي نهاية سوق الانتقالات عذرا فالأزمات المالية ورغبات اللاعبين حالت دون إبرام صفقات سوبر ذات أسماء رنانة، ولكن صفقاتنا اكتشافات جبارة. وقبل بداية انتقالات يناير سنتدرج الأخطاء وندعم المراكز الهامة. أما بعد انتقالات يناير انتظروا الحكم في نهاية الموسم، وقبل نهاية الموسم كنا في مرحلة بناء فريق، وانتظرونا في المستقبل القادم والمستقبل لنا. دي مش نظرة تشاؤمية، بس احنا حبينا نقول كده عشان الناس ما تضحكش علينا. وبكده تكون خلصت نشرتنا اليومية. احب اشكر ايمان سليمان اللي شاركتني تقديم النشر النهاردة. كمان بشكر دينا عبد الحفيظ وإمام محمود من أسرة الإعداد. إيمان المداح صياغة النشرة. دائم التألق محمد العاطفي في الإخراج. وكان معاكم محمود المليجي من جروب المئوية سوا، عزيز الشافعي والزملكاوية، وصباحكم أبيض بخطين.